السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم حسام عبد الحكيم، وان شاء الله النهارده هنحل مع بعض مسألة رقم 141 من ديلي تشالنج ليت كود. يلا بينا. مسألة النهارده اسمها برايم سبتراكشن اوبريشن. المسألة باختصار بيقول لك ان هو يديك اري زيرو اندكسد واسمها نمز، وبيقول لك ان انت هتعمل اوبريشن اكتر من مره براحتك، ممكن تعملها مره 2 3 4 انفينيتي، انت حر. طب ايه الاوبريشن دي؟ بيقول لك والله ان انت في كل مره بتبيك اندكس اي، والاندكس ده المفروض ان هو يكون برايم خلاص، ويكون اقل من او يساوي اقل من strictly less، يبقى اقل من بس النمز اوف الاي. طيب عاوز ايه؟ قال لك والله المفروض ان انت بتعمل سبتراكت للرقم اللي انت جبته ده من النمز اوف الاي. طب ايه المطلوب؟ قال لك والله المطلوب ان انت تريتيرن ترو لو قدرت تخلي النمز دي strictly increasing. يعني ايه strictly increasing؟ يعني خليها 1 2 3 4. طب ايه معنى strictly؟ معنى ان انت ما ينفعش تخليها 1 1 2 2 وهكذا، ما يبقاش فيه تكرارات، لازم الارقام تبقى ايه؟ بتزيد على طول. فده اسمها كده strictly increasing. تقول لي ماشي. قال لك والله ان ال strictly increasing array هي array الاليمنت بتاعتها strictly greater than الايه ال preceding element. يعني هي اصلا ال strictly increasing لازم يكون كل element ازيد من اللي قبله. تقول لي ماشي. طيب خلينا كده ناخد سامبل بسيط. لو معانا 4 9 6 10، طيب 4 9 6 10 دي لو انا جيت فكرت فيها، ادي 4 وبعدها 9 وبعدها 6 وبعدها 10، هتلاقي ان هي كانت بتزيد عند الاربعه والتسعه، بس عند السته راحت قلت تاني. فبالتالي انت لازم تصلح مين؟ انت مش هينفع تزود السته، لكن ينفع تقلل التسعه وينفع تقلل الاربعه. طب لو انا حبيت مثلا اقلل التسعه اخليها كام؟ والله المفروض تدور على رقم برايم اقل من التسعه، تطرحه من التسعه، والتسعه دي تكون اكبر من الاربعه وتكون اقل من السته. فتقول لي طب انا ايه الارقام اللي ينفع اجيبها؟ اقول لك ايه رايك تعالى نجيب رقم زي الثلاثه مثلا، مش ده رقم برايم؟ تقول لي طيب لو طرحنا التسعه من الثلاثه، لو جيت فكرت التسعه من الثلاثه والله الاجابه 6. تقول لي طب ايه الست هتنفع في الحاله دي؟ اقول لك والله في الحاله دي لا. ليه؟ لان هي السته مش هتوديك للايه للاجابه بتاعتك هنا. تقول لي طب وبعدين؟ هتقول لي طيب ايه رايك نجيب رقم مثلا زي الخمسه؟ لو جيت رقم مثلا زي الخمسه ده برايم، فتطرح تسعه من خمسه من التسعه هتلاقي ان الاجابه اربعه. هتلاقي ان اربعه برضو مش بيج ديل. ليه؟ لان دي اربعه ودي اربعه، فالدنيا بايظه. تقول لي طب خلاص ايه رايك نصغر الرقم الاولاني ده؟ تقول لي صح. تعال نصغر الرقم ده مثلا ونطرح منه الثلاثه الحلوه اللي جبناها ونخلي الرقم ده واحد. تقول لي ماشي. وبعدين؟ تعال نمسك رقم زي التسعه. دلوقتي انا ممكن اطرح منه كام؟ ممكن اطرح منه ثلاثه، هيبقى الرقم ده سته بس مش بيتميك ديل. طب اطرح منه خمسه، هتلاقي ان الرقم ده بقى كام؟ بقى اربعه. والله في الحاله دي تمام. ممكن تطرح منه حاجه تاني، ممكن تطرح منه سبعه، فبالتالي الرقم ده هيبقى اتنين. هتلاقي ان اتنين اكبر من الواحد، فاذا الموضوع زي الفل. طيب لو خليناه اتنين وجينا نكمل بعد كده الستة، هتلاقي ان الستة تنزل، بعد كده العشرة تنزل، فهتلاقي ان هي ايه؟ strictly increasing. انت مش محتاج تعمل اكتر من كده. يعني تقول ان انت طرحت من هنا ثلاثة وطرحت من هنا سبعة، اقول لك تعالى كده نبص الراجل ده عمل ايه هنا. هتلاقي ان فعلا اول مرة بيج اي زيرو، فجاب البي بثلاثة وطرح الثلاثة من النمز اوف زيرو، فبقت الاربعة دي اتحولت بقت واحد. تاني حاجة التسعة، والله التسعة راح دور على رقم برايم لقى ان في سبعة، ولو طرح التسعة من السبعة هتلاقي ان الاجابة اتنين، والواحد اكبر من الاتنين، اذا الدنيا ماشية. بعدها الستة وبعدها العشرة ما عملش فيهم اي حاجة، وبقت دي الستريكلي انكريزنج سيكونس بتاعته. قولي والله كلام سليم. تعال نشوف كمان سامبل. لو جينا بصينا على السامبل الثاني هتلاقي ان انت عندك 6 8 11 12، فهتلاقي ان هي اصلا ستريكلي انكريزنج لوحدها، انت مش محتاج تتدخل وهي الدنيا زي الفل. طيب تعالى كده نبص للي بعدها. لو انت معاك 5 8 3، تعالى كده نفكر في كل الحلول مع بعض. الخمسه دي لو انا حاولت اصغرها خالص، يعني احنا دايما خلينا نفكر ان احنا نحاول نصغر الرقم. طب الخمسه دي اموتها ازاي؟ والله ممكن اقتلها اطرح منها خمسه. اقول لك لا، ما هو انت كده ايه؟ ضيعت الرقم. هو قال لك لازم تلاقي رقم برايم اقل من الخمسه نفسها. طيب مين رقم اقل من الخمسه؟ اكيد الثلاثه. طيب لو طرحت من الخمسه ثلاثه تفضل لك كام؟ تفضل لك اتنين. ماشي. الثمانيه لو انا عايز اخلص عليها، والله عندك السبعه ماشي، بس السبعه دي لو انت طرحت من الثمانيه سبعه هتلاقي ان الاجابه واحد. هل الواحد ده اكبر من الاثنين؟ هتلاقي ان الاجابه لا. اذا السبعه مش نافعه. طب خمسه ماشي، 8 من الخمسه 3، فماشي الثلاثه فعلا اكبر من الاثنين. تعالى بقى نبص على الرقم اللي هنا، هتلاقي ان هو كام؟ 3. هوبا، انت كده مش هتقدر تتحرك. ليه؟ مبروك لبسنا. علشان التلاتة مش هتعرف تزودها، وانت مش عارف تقلل ده، وانت مش هتعرف تقلل ده، وانت كده وصلت لأعلى حاجة تقدر تعملها، فبالتالي الإجابة فولس.
تقول لي كلام سليم. تعالى كده نبص برضه، وص على الكونسترينز، هتلاقي ان انت عندك النمز ب 1000، وعندك اللينس بتاعك ب 1000، وعندك النمز في الاي ب 1000، وعندك النمز دوت لينس ب ان. تقول لي ماشي، كلام منطقي. هاو وي كان سولف ات يا كوتش؟ اقول لك الموضوع بسيط وبالراحه، عايزك تركز معايا. تقول لي ماشي، اعمل ايه بقى؟ لو احنا حبينا نحل مسألة زي دي، هتلاقي ان انت احسن حاجة نقدر نعملها زي ما احنا حاولنا نعمل في المثال ده. تقول لي ايه احسن حاجة دي؟ هتقول لي ان احنا بنحاول نصغر الاري قدر المستطاع. يعني انا معايا رقم، احاول قدر المستطاع ان انا اقلل الرقم ده بقد ما اقدر. ليه قد ما اقدر؟ علشان الرقم اللي هيجي بعده لازم اخليه اقل ما يمكن، بس عندي شرط وحيد ان هو لازم يكون اكبر من اللي قبله. لو فضلت ماشي اكرر البروسيس دي لحد ما اخلص، هتلاقي ان دي احسن طريقه ممكن احل بيها المساله. تقول لي والله كلام سليم. طب هل موضوع ان انا اجرب كل الاحتمالات ده هيسمح لي؟ اقول لك تعالى نفكر مع بعض. انت معاك اللينس بتاعك بكام؟ والله اللينس بتاعي ب 1000. لو انا كل شويه حاولت اجيب اعلى رقم، الارقام الرينج بتاعها لحد كام؟ والله الرينج بتاع الارقام لحد 1000. فبالتالي انت تقدر تتشيك على الارقام البرايم. لو انا عايز معايا رقم اكس مثلا او رقم بي، عايز اتشيك اذا كان ده برايم ولا لا، المفروض التايم الطبيعي بتاعنا ان احنا ناخد حاجه اسمها سكوير روت. ايه سكوير روت دي؟ دي الجذر التربيعي للرقم. فانا ممكن ال1000 رقم دول عشان اتشيك عليهم، ممكن اخد جذر ال1000، يعني جذر ال10 اس 3، اي 5 مضروبه في ال10 بتاعتك، اللي هي ممكن يكون بالنسبه لنا جذر ال10 اس 3، اللي هي 10 اس نص. والنص ده بالنسبه لنا لو هي 10 اس 1 فهي 1. فاحنا بالنسبه لنا الرقم ده اكسبتابل لو اتضرب كمان فين؟ في الان. فاحنا ممكن نقول ان التايم بتاعنا اوفر اول هو ان مضروب في سكوير روت الان. تقول لي والله كلام منطقي. طيب يعني الحل بالنسبه لنا سو فار يا كوتش، كل اللي احنا عايزين نعمله ان احنا نفضل نمسك كل رقم ونحاول نجيب اول رقم برايم اقل منه ونروح نطرح؟ اقول لك صح، ده اللي احنا عاوزين نعمله. وبعدين نفضل نقارن، نعمل نفس الاوبريشن عند اللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده لحد ما نخلص. وطول ما انت ماشي عمال تتشيك هل الرقم ده اللي معاك دلوقتي اكبر من اللي فات. والله لو اكبر من اللي فات كمل في طريقك انت زي الفل. لو اقل ما تكملش في طريقك، لان ده كده هيلبسك صح كده. فانت محتاج تفرمل وتقول له لو سمحت ريتيرن فولس، انا مش محتاج منك ان انت تكمل لان انا خلاص وصلت لحته سد وانا مش عارف اكمل. عاوزك بقى توقف الفيديو، تحاول تمبلمنت الفكره البسيطه اللي احنا لسه شارحينها دي، ولو ما عرفتش تعالى بطل نكتبها مع بعض. جاهز؟ يلا بينا. يلا بينا. طيب اول حاجه قلنا عليها ايه؟ اول حاجه احنا عاوزين دلوقتي نبدا نلوب على الايه؟ نلوب على الارقام بتاعتك. طيب انت تعالى نلوب مثلا على الارقام بتاعتنا. انا هقول له فوق انتجر اي هتبدا مثلا من 0، والاي بتاعتك اصغر من النمز دوت سايز، وهقول له ان الاي بلس بلس. تقول لي كلام منطقي. وبعدين دلوقتي انا عاوز ادور هنا اي. دلوقتي انا اللي محتاج ان انا اتشيك عليه ان انا اقارن نفسي بالرقم اللي جاي بعد. ليه؟ ما هو انا دلوقتي محتاج اول قيمه فعليه اقدر اتشيك عليها او اقدر اتعامل معاها علشان اقدر اكمل السيكونس بتاعتي. فهنلاقي ان احنا عندنا احسن حاجه ان احنا نفضل نقارن انا بالفاليو اللي قبلي، انا بالفاليو اللي قبلي. طب انا لو في الاول خالص مين اللي قبلي؟ والله لو انا في اندكس زيرو مفيش حاجه قبلي، فبالتالي الاجابه زيرو. فانا ممكن اعمل فاريبل هنا مثلا سميه الديفرنس، والديفرنس ده ان هو اوفر اول في الاول دلوقتي بزيرو. تقول لي ماشي. وبعدين دلوقتي احنا محتاجين نتشيك. يعني ايه محتاجين نتشيك؟ يعني انا عايز اقول له لو سمحت انت عاوزين نجيب القيمه بتاعتك ناقص اللي قبلك على طول. طيب لو انا ما عنديش حاجه قبلي، والله لازم تتشيك لو الاي بتاعتك بتساوي زيرو في الحاله دي خلاص يبقى ايه الديفرنس بتاعك هو ايه اكبر حاجه بالنسبه لك هي النمز اوف الاي نفسها. لكن لو لا، لو انت لسه يعني انت قيمتك بواحد باثنين بثلاثه باربعه، فانت الفرق ما بين انا واللي قبلي هو فعليا ممكن يكون رقم 5 ارقام 6 ارقام 7 ارقام، اي حاجه المفروض ان هو يكون ايه بالبوزيتيف، او الرقم ده عمال ايه عمال يزيد خلاص. لان لو بالنيجاتيف هيبقى حاله زي مثلا الكيس دي، احنا حاولنا نقلل الخمسه قدر المستطاع، حاولنا نقلل الثمانيه قدر المستطاع، لكن الثلاثه لما جينا نجيب الفرق ما بينهم لو طلع زيرو او اقل، ففي الحاله دي انا ما عنديش اي سوليوشن اقدر اوصل له. تقول لي والله كلام منطقي. يعني انت عاوز دلوقتي برضو تقول يا كوتش ان الديفرنس في الحاله دي هو عباره عن نمز اوف الاي ماينس نمز اوف الاي ماينس 1. تقول لي والله كلام سليم زي الفل. طيب قلت لي يا كوتش لو الديفرنس بتاعنا اللي احنا جبناه ده طلع اقل من او بيساوي الزيرو، ففي الحاله دي انا هريتيرن فولس. تقول لي انا مش فاهم الحته دي. اقول لك بص ركز معايا. احنا دلوقتي عمال اقارن انا باللي بعدي انا باللي بعدي انا باللي بعدي. لو كل شويه عمال امسك القيمه اللي في النص دي وبحاول اقلل الجاب بين الارقام قدر المستطاع، او الرقم ده
بحاول اجيب الجاب كلها. يعني اول رقم ده لو كان ب 100 خلاص، فانا من حقي اجيب اول رقم برايم اقل من ال 100 خلاص، واروح طرح من الرقم ده، بحيث كده انا عملت ايه؟ انا كده قتلت الرقم ده كله، خليته اقل ما يمكن خلاص. طب اللفه اللي بعدها، والله اللفه اللي بعدها هحاول اشوف الفرق ما بين الرقم اللي كان 100 ده وقل بقى واحد، والرقم الاكزاكت الموجود دلوقتي، فاروح جايب الفرق ما بينهم واشوف الفرق ما بينهم ده اقدر اقلل الجاب دي لقد ايه، وامسك الرقم ده اروح طرحه من ايه؟ من الرقم الاوريجينال، وافضل اكمل نفس اللوب لحد ما اخلص. تقول لي ماشي، طيب احنا دلوقتي جبنا الفرق، طيب مطلوب مني اعمل ايه؟ والله مطلوب مني اجيت فايند البرايم نمبر. برايم نمبر ماله بقى؟ والله اصغر من الديفرنس، اصغر من الديفرنس اللي معايا دلوقتي. طب انا ازاي اجيب الرقم البرايم اللي اصغر من الديفرنس؟ هو احنا ازاي اصلا بنجيب الرقم ده اذا كان برايم ولا لا؟ اقول لك موضوع بسيط، تعالى اقول لك تركه كده لذيذه جدا، وتقدر تجيب الرقم البرايم بسرعه، وممكن كمان نعرف نوبتمايز كمان شويه. تقول لي ماشي، ايه اللي هنعمله بقى؟ تعال اقول لك، تعالى نعمل بوليان فانكشن نسميها مثلا برايم، واقول له لو سمحت انت هتاخد اكس. طب وبعدين؟ والله الارقام البرايم بتبدا اعدي من 2 3 وهكذا خلاص. طيب ده معناه ان لو الاكس دي اصلا اصغر من الاثنين، انا هقول له ريتيرن فولس، مش محتاج منك حاجه. فتعالى نعمل تشيك، لو الاكس دي اصغر من الاثنين، قول للراجل ده لو سمحت ريتيرن فولس وشكرا، مستغنيين عن خدماتك. تقول لي ماشي، طيب غير كده؟ والله غير كده محتاجين ان احنا هنعمل فول لوب حلوه، ونبدا نلف من اول الاثنين ولحد الاي اصغر من او بتساوي السكوير روت. اشمعنى السكوير روت؟ اقول لك لان الارقام البرايم هي كلها ميرور لبعضها. يعني ايه ميرور لبعضها؟ يعني لو انت مثلا معاك رقم زي الستة، لو انا مسكت رقم زي الستة، هتلاقي ان الارقام بتاعته اللي تديك 6 هو واحد مضروبه في 6 صح؟ او ان انت تاخد مثلا حاجه زي 2 مضروبه في 3 صح؟ هتلاقي ان الارقام اللي هنا هي الارقام اللي هنا. لو جيت مسكت مثلا رقم زي ال 12، هتلاقي ان الارقام ميرور لبعض. يعني ايه؟ يعني 1 في 12 بتديك 12. تقول لي ماشي، ايه كمان؟ والله ممكن تاخد 2 في 6 بتديك 12. تقول لي ماشي، وايه كمان؟ اقول لك ممكن تاخد 3 في 4 برضه هتديك 12. تقول لي يعني الارقام دي اقل من السكوير روت، والارقام دي بعد السكوير روت. فانت كده كده لو لقيت رقم اقل من السكوير روت، كده كده هتلاقي رقم بعد السكوير روت يتضرب فيه، فالاثنين يبقوا ايه؟ بيكملوا الرقم اللي انت محتاجه. فانت بالتالي مش محتاج تلوب على الارقام كلها، لا انت لوب بس لحد السكوير روت بتاع الرقم. تقول لي طب سكوير روت دي مش فانكشن هتاخد وقت عشان تكول وتنفذ البادي بتاعها؟ اقول لك صح، ممكن نستسكى عليه. نعمل ايه بقى؟ اقول لك بص، ممكن تضرب الاي تايمز الاي، فهتلاقي نفسك خلصت ايه؟ خلصت على السكوير روت ده. تقول لي ماشي، وبعدين؟ كل اللي عليك انت هتقول له ايه؟ اي بلس بلس. طيب وبعدين يا كوتش؟ كل اللي عليك ان انت عاوز تتشيك هو الرقم البرايم احنا بنعرف اذا كان هو برايم ولا لا ازاي؟ والله لو الرقم ده ما بيقبلش اسم غير على نفسه او على الواحد يبقى ده برايم، لو قبل الاسم على اي رقم في النص يبقى الرقم ده مش برايم. فده اللي انا بحاول اعمله هنا، انا بلوب من اول الاثنين، ده يعتبر مش واحد، وبمشي لحد اخري قبل السكوير روت او لحد السكوير روت اكزاكتلي خلاص. لما انا يبقى معايا هنا ويبقى معايا هنا سكوير روت، رحت مضرب طرفين، فكأني بالظبط ربط الاي في الاي، وهنا شلت السكوير روت لو انا خدت تربيع للاكس. تقول لي كلام منطقي. طيب هنعمل ايه بقى هنا؟ كل اللي علينا ان انا عايز اتشيك اعمل ايه يعني؟ اقول له لو سمحت، لو انا جيت قسمت الاكس دي موديل اي طلعت الاجابه زيرو، ففي الحاله دي لو سمحت ريتيرن فولس، وده معناه ان الرقم ده اصلا مش برايم. غير كده تعالى ريتيرن ايه؟ نريتيرن ترو، واقول لك ان الرقم ده فعليا رقم برايم، لان هو ما اتقسمش على اي رقم في السيكونس دي كلها. تقول لي والله كلام سليم. طيب دلوقتي احنا كتبنا الفانكشن بتاعتنا، نرجع بقى هنا. انا عاوز اجيب ايه؟ والله انا عاوز اجيب اول رقم برايم اصغر من الديفرنس. يعني لو الفرق ما بين الرقمين 100، فانا عاوز اول رقم برايم اصغر من ال 100 اللي هو كام؟ 99 ونازل 98 97. ابدا اشوف ايه اول رقم برايم ينفع معايا. يعني تقول لي انا ممكن ابدا من الديفرنس نفسه، اقول لك صح، ممكن تبدا فعلا من الديفرنس نفسه. طيب لو انا عايز ابدا من الديفرنس نفسه اعمل ايه؟ والله اقول للراجل ده تعالى نعمل وايل حلوه كده، اقول له تعالى نمسك الديفرنس ده، واقول له ماينس الديفرنس. يعني ايه ماينس الديفرنس؟ يعني الاول اطرح من الديفرنس على الاقل رقم واحد. طيب الديفرنس مثلا ب 100، لو طرحت منه رقم هيبقى ب 99. انا عايز اقول له لو سمحت بعد اذنك، لو انت جيت عملت تشيك على ان انت عملت تشيك على الرقم البرايم ده على الديفرنس ده وطلع برايم، لو سمحت اعمل بريك خلاص. ممكن حتى تاخد الحته دي كلها وتحطها هنا، تقول له اند إيه نوت البرايم نفسه. تقول لي ايه الحركه دي؟ لا انا مش فاهم، ترجم لي كده الحته دي تاني. اقول لك بص، السطر الجميل ده بيعمل ايه؟ السطر ده كل اللي عليه ان هو بيطرح الرقم اللي انت عاوز تجيب الفرق ما بين، انت عاوز تجيب اول رقم اصغر من الديفرنس ويكون برايم صح؟ تقول لي صح.
فانا بقول له ايه، لو سمحت افضل اعمل لوب وافضل اطرح 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 اطرح. طب في كل مره بيعمل ايه الناحيه الثانيه؟ بيتشيك لو الرقم ده، لو الرقم ده طلع برايم، لو الرقم ده طلع برايم هو المفروض يوقف، صح؟ احنا عاوزينه لو الرقم ده فعليا اتاكدنا ان هو برايم، انا عايز اقول له لو سمحت بريك. طب لو هو مش برايم، والله لو هو مش برايم هيفضل يكمل. فانا بقول له طالما انت عمال تدور على الديفرنس خلاص ما بين الرقمين، والديفرنس ده ما طلعش برايم، عيد نفسك عيد نفسك عيد نفسك. لو اي واحده من التو كونديشنز دول فيلت يبقى خلص. طب ده يفيل امتى؟ والله ده يفيل لما يوصل زيرو. طب ده يفيل امتى؟ لما يطلع برايم. تقول لي اه حته ذكيه، جميل ماشي. وبعدين اهو بعدين ده بقى دي التريك، انا هعمل ايه؟ والله المفروض دلوقتي اروح اتشيك على الفرق. هو انا جبت الرقم البرايم دلوقتي، الديفرنس ده هيطلع رقم برايم واقل من النمز. المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ كل اللي عليا ان انا المفروض اقول له لو سمحت النمز في الاي دي اطرح منها ايه؟ اطرح منها الفرق اللي انا جبته اللي هو الديفرنس، اللي هو اصلا كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن الرقم اللي انا واقف عنده ناقص اللي قبله. ولو انا كنت واقف عند اول اليمنت، فانا كنت واقف مثلا عند الخمسه او العشره او ايا يكن اول اليمنت، فبالتالي انا عندي الرينج كله عاوز اجيب الايه؟ اكبر اول رقم برايم اقل من الرقم اللي انا واقف عنده عشان اطرحه منه، بحيث ان انا اصغر الرقم قوي. تقول لي طيب ايه الحاله بقى ان انا المفروض هرتن فيها فولس يا كوتش؟ والله في حاله ان انت جيت تقارن الرقمين، يعني انت مثلا جيت تقارن، انا عاوز والله ستريكلي انكريزنج، يعني انا لازم اجارانتي ان النمز اوف الاي لازم تكون اصغر من النمز اوف الاي زائد واحد. طب لو انا بقارن نفسي باللي قبلي، يعني انا عايز اقول له ان النمز اوف الاي دي لازم تكون مالها؟ لو انت لقيت ان النمز اوف الاي اللي معايا دي فعليا اقل من او بتساوي اللي قبلي على طول، فده معناه ايه؟ ده معناه ان الرقم ده كده ايه؟ فشل ان هو يكون يحقق السيكونس ان هو يكون ستريكلي انكريزنج. فانا هعمل ايه؟ انا هقول له لو سمحت ان النمز اوف الاي دي لو طلعت اصغر من او بتساوي الرقم اللي قبلي على طول، فانا هقول له لو سمحت مفيش داعي ان انت تكمل وشكرا لحد هنا، واحنا مستغنيين عن خدماتك، وقول لي ايه فولس. غير كده هقول للراجل ده لو سمحت تعالى هنا وتعالى ريتيرن ايه؟ نريتيرن ترو. خلينا كده نرن الكود بتاعنا. هتلاقي ان احنا عندنا مشكلة في النمز، خلينا نعدل دي نخليها نمز، وخلينا نرن كمان مرة. بس قبل ما نرن كمان مرة هتلاقي ان احنا هنا واحنا بنتشيك بنقارن نمز اوف الاي بالنمز اوف الاي ماينس 1، هتلاقي ان احنا كمان محتاجين نتشيك ان الاي دي تكون قيمتها اكبر من زيرو، فاحنا هنحتاج ان احنا كمان نظبط كونديشن. خلينا نرن كمان مرة. هتلاقي ان فعلا الراجل ده جاب اكسبتد وعدى من الثلاثه تيست كيسز. يلا بينا نعمل السبميت. لان فعلا الراجل ده جاب اكسبت وبيت 100% من الحلول. عاش يا كوتش، عاش ليك انت. طيب دلوقتي الكومبلكس بتاعت الكود الحلو ده قد ايه يا كوتش؟ اقول لك تعالى نحسب. اولا معانا النمز واحنا هنا باللوب اوردر ان، وتحتها كل اللي علينا ان احنا بنعمل لوب، واللوب دي بتجيب اول رقم برايم اقل منك. اكبر حاجه للديفرنس ممكن تكون كام؟ 1000، اللي هو الفرق ما بين الرقمين. تقول لي ماشي. والبرايم دي بتاخد اوردر قد ايه؟ بتاخد اوردر سكوير روت. فاحنا لو جينا نحسب الكومبلكس باختصار هتلاقي ان انت هنا بتلف اوردر ان، وهنا بتلف اوردر ام، حيث ان الام دي الفرق، وهنا بتلف اوردر سكوير روت، فدي لوحدها بتلف اوردر ام في سكوير روت الام. الام دي اكبر رقم، تمام؟ والكلام ده كله مضروب فين؟ مضروب في الان. تقول لي ايه ده؟ يعني انا بيت 100% والكود اللي انت كاتبه بيلف ان في ام في سكوير روت الام؟ اقول لك اه. ليه بيجيب 100%؟ روح اسال ليت كود. انا ما عنديش تفسير صراحه، يعني مثلا هو شايف الكود بتاعنا مور اوبتمايز، فالراجل حب يطبل لي، شكرا يا اسطى. طيب دلوقتي لو انا عايز اوبتمايز الكود ده اعمل ايه؟ هسالك انت السؤال وانت اللي تجاوب على نفسك. طب ايه السؤال يا كوتش؟ هو ايه اللي ينفع نشيله من الليله دي ونعرف نعمل له اوبتمايزيشن؟ هتلاقي ان والله الاجابه هنا، بدل ما دي بتلف اوردر ام مضروبه في سكوير روت الام، ممكن نعملها بسرعه. طب ازاي اقدر اعملها بسرعه؟ هو انا ينفع اجيب اول رقم برايم اقل من فاليو معينه بسرعه؟ هتلاقي ان الاجابه ايوه. ايه هي؟ والله الاجابه بسيطه وسهله. ازاي بقى؟ هتلاقي ان انت ماذا لو انا رحت جبت لك كل الارقام البرايم واديتها لك، اقول لك اتفضل خد الارقام البرايم اتعامل معاها. تلاقي والله ده كلام لذيذ. طب ازاي؟ اقول لك في حاجه، في راجل كده محترم اسمه عمو سيف، هبقى احكي لك قصته بعدين. الراجل ده يعني مشكورا ادانا طريقه لذيذه. قال لك والله انا ممكن اعمل لك بري بروسيسنج للارقام. يعني ايه بري بروسيسنج؟ يعني انا ممكن احسب لك الارقام البرايم كلها، بدل ما انت بقى تروح تتشيك يا رقم انت برايم ولا لا، انا بخلي الارقام البرايم هي اللي تجي لي. راجل الدماغ، يعني الجماعه دول دماغي يعني. طب ازاي بقى نكتب عمو سيف ده؟ اقول لك الموضوع بسيط، حتى لو انت ما تعرفوش موضوع بسيط وسيمبل وزي الفل. تقول لي ماشي اعمل ايه بقى؟ كل اللي عليك ان انت هتعمل فانكشن، وتعالى نسميها مثلا ايه؟ فويد. دلوقتي نسميها ايه؟ نسميها سيف على اسم الراجل.
والمفروض سيف ده ياخد ايه اكبر رقم مثلا انت محتاج تتشيك عليه. وبعدين بما انك انت هتجيب الارقام البرايمز كلها، خلاص احنا الجزء ده من الكود مش هنكون محتاجين. وتعالى نعمل فيكتور مثلا انتجر نسميه برايمز، ونقول له ده فيه كل الارقام البرايم بتاعتنا. ماشي، هنعمل ايه بقى؟ قول له بص، هو احنا ايه اكبر فرق؟ والله اكبر فرق بيزد على المساله دي لحد 1000. فاقول له يا عم تعالى احنا هنعمل لوب فوق اي ايكوال 2، لف من اول 2 لان ده الرقم البرايم بالنسبه لي، والاي اصغر من 1001 بلاش 1000، واقول له لو سمحت الاي بتاعتك بلس بلس. تقول لي والله كلام سليم. هنعمل ايه بقى؟ والله دلوقتي انت بتلوب على الجزء الاولاني، دلوقتي انت بتلوب على الارقام اللي انت بتقول ان هي برايم. طب انا ماسك الاثنين، اعمل ايه؟ اخلي الاثنين تروح تشيل كل الارقام اللي هي بتعرف تقسمهم. يعني اعمل ايه؟ يعني اقول له لو سمحت انت هتفضل تعمل لوب تانية وتفضل تجامب بمقدار 2 2 2 2 2 2 لحد ايه؟ لحد ما تخلص. طب تعمل ايه بقى؟ تروح تقفل الارقام دي تخليها كلها فولس. ايه فولس وترو دي؟ اقول لك بص، احنا هنعمل فيكتور كمان ونقول لو سمحت الفيكتور ده مثلا فيه بي، ونقول ان الفاليوز كلها بترو واللينس بتاعه 1001 وكل الفاليوز دي بترو. يعني ايه؟ البي دي كانها فيزيت اري، تعال نسميها فيزيت لو انت متلخبط مني. فيزيت اري دي معناها لو هي بترو يبقى الرقم ده برايم، لو هي فولس يبقى الرقم ده مش برايم. طيب اول حاجه دايما انا وانت عارفينها ان الزيرو والواحد مش برايم، تعال نقفلهم بنفسنا. يعني اقول له ايه؟ لو سمحت، لو سمحت الفيزيت بتاعت الزيرو ايكوال الفيزيت بتاعت الواحد، خلي ده الكلام ده بايه؟ خلي الكلام ده فولس. تقول لي ماشي. وبعدين كل اللي عليك دلوقتي انت هتبدا عدد الاثنين، الاثنين دي ترو يعني الاثنين دي برايم. تقول لي ماشي، يعني اعمل ايه بقى يا كوتش؟ كل اللي عليك ان انت هتعمل لوب كمان اسمها جي، والجي تبدا من فين؟ والله تبدا من اي تايمز اي. اشمعنى اي تايمز اي؟ والله ده اول رقم نقدر نتعامل بيه. فاكر الكود القديم لما انا كنت بقول لك ان احنا بنبدا بالسكوير روت؟ فاحنا هنقفل كل السكوير روتس بتاعت الرقم. لو احنا مسكنا الاثنين، الاثنين دي برايم. مين اول رقم بيقبل اسم على الاثنين مش برايم بعد السكوير روت؟ اللي هو مين؟ الاربعه. طيب لو مسكنا الثلاثه، مين اول رقم بعد السكوير روت بيقبل اسم على الثلاثه؟ هتلاقي هو التسعه اللي هو كام؟ 3 في 3 وهكذا. طيب مسكنا اول رقم وبعدين تعالى اقول له لو سمحت لوب لحد نفس السيكونس لحد جي اصغر من ال 1001، وهقول له لو سمحت الجي مش هتلف بلس بلس. لو انت بلف بلس بلس يبقى انت كده بتلف ان في ان او 1000 في 1000، فانا مش عايز الف 1000 في 1000، انا عاوز اسرع البروسيس دي. هعمل ايه؟ هفضل اجامب بمقدار اي، يعني هقول له جي بلس ايكوال مين؟ جي بلس ايكوال اي. فده معناه ان جي عماله تبلس بمقدار اي، مره بتزيد بمقدار 2، مره ب3، مره ب4، مره ب5 وهكذا. تقول لي الكلام سليم. تعمل ايه بقى؟ والله في الحاله دي المفروض ان انا اقول للفيزيت دي لو سمحت الجي دي بقت بفولس. طب يا كوتش هو مش انت قلت لي ان المفروض في رقم هو اللي بنقول عليه برايم وهو اللي بيروح يقفل الارقام اللي بيقبل الاسم عليها؟ مش المفروض ده نعمل له كونديشن؟ اقول لك برافو عليك. هتلاقي ان احنا مش هينفع ندخل جوه اللوب دي غير لما نتاكد ان الرقم اللي معانا برايم. يعني انت مش هتدخل على كل الارقام، لا، انا همسك ارقام معينه. فانا اقول له لو سمحت لو انت لقيت ان الفيزيت اوف الاي دي لسه بترو، يعني هي ما اتقفلتش هنا، فلو سمحت ادخل ايه؟ ادخل نفذ الكلام الحلو اللي ايه؟ اللي تحت ده. تقول لي والله كلام سليم. يعني هو ما بيدخلش ينفذ الكلام ده غير لما يتاكد ان الرقم لسه بترو. طب مين بترو؟ والله الزيرو والواحد كده كده بفولس. نبدا من اتنين، الاتنين بترو. يعمل ايه الراجل ده؟ يخش يجيب 2 في 2 ب4، يقفل الاربعه، يزود 2 يقفل السته، يزود 2 يقفل الثمانيه، وهكذا 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 لحد ما يخلص. اللفه اللي بعدها يمسك الثلاثه، يقفل الثلاثه، يقفل التسعه، يقفل ال 12 ويفضل يكمل وهكذا. تقول لي والله كلام سليم. طيب دلوقتي احنا عرفنا الكلام ده من الفيزيت، فين الارقام البرايم اللي انت قلت لي هتدهاني؟ اقول لك بص، لو احنا جينا عملنا نفس اللوب الحلوه دي وقلت له لو سمحت لو انت لقيت اف ان انت لقيت الفيزيت اوف الاي بترو، لو سمحت اعمل البرايمز ده، قول له بوش مين؟ بوش باك الاي. تقول لي يعني انت اوتوماتيك كده جبت الاي. طب الاوردر ده قد ايه؟ والله الاوردر ده يعتبر ان في لوج جاي. خلاص اللوج جايه دي هي اللوب الثانيه. تقول لي لا دي مش لوج جايه، اقول لك هي تعتبر لوج اللوج. خلاص ليه بقى؟ لان هو كل مره بيكبر بصوره المفروض ان هو بيكبر بنفس الرقم 2، بعد كده 3، بعد كده 4، بعد كده 5، بعد كده 6 وهكذا. فهتلاقي نفسك اصلا اللوب دي كمان مش بتدخل في كل الكيسز، ده في كيسز معينه بس الارقام البرايم بس هي اللي بيدخل ينفذها. فمش كل المره بيدخل ينفذ اللوب دي، وحتى لما كل مره بيدخل ينفذها بينفذها بازيد او ستيب اكبر من الستيب اللي كانت قبلها. تقول لي والله كلام سليم. طيب دلوقتي تعالى كده ننادي كولينج للفانكشن اللي اسمها سيف بتاعتنا. يعني انا هاجي هنا نادي سيف، ودلوقتي انا هسأل السؤال الحلو، ازاي دلوقتي
هجيب اول رقم برايم اقل من الديفرنس. كل اللي عليك ان انت دلوقتي لو انت معاك السيب بتاعك فانت معاك الارقام البرايم كلها سورتد صح؟ تقول لي صح. ماذا لو قلنا له لو سمحت انت معاك ارقام سورتد في اري، ورحت قلت له لو سمحت ما تعمل باينري سيرش على الارقام دي وهات لي اول رقم بيساوي قيمه معينه. طب القيمه المعينه دي ايه؟ برافو عليك، اللي هي الديفرنس. فانا كل اللي عليا ان انا عايز اعمل اوتو، هنعمل اتريتو ونقول له لو سمحت انت هتعمل لور باوند. لور باوند هي بيلت ان باينري سيرش، بتجيب لك اول قيمه اكبر منك. فانا اقول له لو سمحت انت هتاخد النمز دوت بيجن او هتاخد البرايمز. البرايمز في الحاله دي اللي هي الفيكتور الحلو ده. فاقول له لو سمحت انت هتاخد البرايمز دوت بيجن والبرايمز دوت اند، وهتدور على اول رقم المفروض ان هو يكون بيساوي الديفرنس او اقل. يعني انا عاوز اول رقم بيساوي اقل من الديفرنس. انا مش هعرف اعمل كده، يعني انا بالنسبه لي دلوقتي مش هعرف اجيب اول رقم لو انا هستخدم اللور باوند، مش هكتب الباينري سيرش بنفسي زي المره اللي فاتت. فانا مش هعرف اجيب رقم اقل مني، لكن اعرف اعمل ايه؟ والله اللور باوند بتجيب لك اول رقم يا يساويك يا اكبر منك. فانا اقول له لو سمحت خلاص يا عم هات اول رقم يساويني او اكبر مني. خلاص انت دلوقتي انا عاوزك تجيب اول رقم يساويني او اكبر مني. فدلوقتي انا عاوز ايه؟ انا عاوز ارجع خطوه لورا. يعني ايه ارجع خطوه لورا؟ ما هو انا اصلا مش هينفع اجيب رقم باكزاكتلي الديفرنس كده الرقمين هيتساووا مع بعض. فانا عاوز اجيب رقم اقل من الديفرنس اللي هو الديفرنس ماينس واحد. فاكر كنا بنعمل ايه هنا؟ كنت بماينس الاول. فتقول لي اه تعالى نكومنت دي، ودلوقتي الاتريتور ده هيجيب لك اول رقم اكبر منك او بيساويك. فانا اقول له ايه؟ لو سمحت ارجع خطوه لورا. يعني ايه لو ارجع خطوه لورا؟ هقول له لو سمحت لو انت كاتريتور مش بتساوي النمز دوت بيجن، لازم اتاكد من الخطوه دي عشان لو انا بالبيجن وجيت ارجع خطوه لورا كاني كنت على حافه الكره الارضيه ورحت ايه غرقان بقى كنت واقع. فانا هقول له لو سمحت لو انت الاتريتور ده مش بيساوي البيجن، فانا عايزك بعد اذنك ان انت تتماينس اطلع ارجع خطوه لورا. وبعدين بمجرد ما انت رجعت خطوه لورا انت دلوقتي واقف عند فاليو المفروض ان هي اقل من الديفرنس. طب هنعمل ايه بقى في الموضوع ده؟ لو انت وصلت عند فاليو اقل من الديفرنس ابدا اطرح. يعني ابدا اطرح. والله عايز اقول له لو سمحت اعمل الايه الفرق اللي احنا بنقول عليه هنا ده اللي هو النمز اوف الاي ماينس ايكوال. ما اسمهاش ديفرنس بقى، اسمها ايه؟ اسمها الاتريتور اللي اسمه اي تي ده. فانا بما ان ده اتريتور من نوع بوينت او يعني هو شبه البوينت، فانا عايز اقول له لو سمحت استرك الاي تي ده بيديني اكسس على الفاليو نفسها. تقول لي والله كلام سليم. طيب وبعدين كل اللي عليا ان انا عاوز اتشيك والله لو انا كنمز اوف الاي اصغر من اللي قبلي يبقى انا في الحاله دي هريترن فولس، يعني انا مش هينفع اكمل. غير كده هريترن ترو والله الراجل لو سمحت انت كده وصلت. يبقى دلوقتي بدل ما كنا بنعمل اللوب دي كنا بنعملها في اوردر ام مضروبه في سكوير روت الام، لا دلوقتي بقت تتم في لوجايه بس، مع العلم ان احنا بنعمل حاجه اسمها بري بروسيسنج مع عمو سيب. خلينا كده نجرب الكود بتاعنا. عندنا مشكله البيجن. خلينا اسمهاش نمز اسمها برايمز، وهقول له النمز اوف الاي ماينس ايكوال استريك الاي تي. خلينا نرن كمان مره. هتلاقي ان فعلا الكود بتاعنا عدى من ثلاثه تيست كيسز. يلا بينا نعمل السبميت. هتلاقي ان فعلا الكود بتاعنا جاب اكسبت وبيت 28%. انت بتضحك عليا وتقول لي اوبتمايزد. اقول لك انا ماليش دعوه بليت كود، انا مش هاخد عليه. بس الحل ده بالنسبه لنا مور اوبتمايزد جدا عن الحل القديم. تقول لي تمام مصدقك. طيب يلا بينا نشوف ازاي ممكن نكتب الكود ده بايثون سريعا. جاهز؟ عايزك توقف الفيديو تحاول تكتب كود البايثون مع نفسك. لو ما عرفتش تعال نكتب مع بعض يا بطل. جاهز؟ يلا بينا. يلا بينا. طيب اول حاجه قلنا هنعملها ايه؟ عادي ممكن تفتح ده كده وتحاول ايه تستشف ايه اللي كنا بنعمله ونحاول نعمل زيه. اول حاجه لو جينا لاحظنا هتلاقي ان احنا عندنا مثلا حاجه اسمها برايمز كفيكتور في الداتا كلها. تعال نعمل برايمز مثلا ونقول له ان ده عباره عن ليست فاضيه. وبعدين كل اللي علينا مثلا بدل ما ممكن ما نعمل فانكشن ممكن حتى نحاول نمبلمنت ده جلوبالي. طب نعمل ايه؟ والله انا عاوز اعمل مثلا فاريبل اسمه فيزيت كله بترو. فالبايثون سهله، كل اللي عليك ان انت بتعمل فيزيت وتقول له ان الفيزيت دي بتساوي ترو. خلاص. وترو دي تروح تضربها في ايه؟ في 1001 مكان. تقول لي والله ايه ده؟ هي دي بس كده؟ اقول لك اه. طيب وبعدين كل اللي علينا ان احنا عاوزين نعمل لوب، واللوب دي بتلف من فين لفين؟ والله بتلف من 2 لحد 1001 بتلف خطوه خطوه. فانا اقول له فور اي ان رينج لو سمحت انت هتبدا تلف لحد ايه 1001 خطوه. طيب هنعمل ايه؟ والله اول حاجه ما تنساش ان انت محتاج في الفيزيت الحلوه دي تقفل المكان 0 وتقفل المكان 1. فانا اقول له الفيزيت بتاعت الزيرو بتساوي فولس، والفيزيت بتاعت الواحد او ممكن حتى تقول له الاثنين
تقول له الفيزيت بتاعت الزيرو بتساوي الفيزيت بتاعت الواحد بتساوي ايه؟ بتساوي فولس. ده معناه ان انا قفلت الايه؟ قفلت التو فاليوز دول ما بقوش ترو. طيب حلو، كلام سليم. الخطوه اللي بعدها، والله دلوقتي انا محتاج اتشيك لو انا كاف كونديشن لو الفيزيت بتاعتي دي اوف الاي ستيل هي بترو، خلاص يبقى انا هدخل انفذ. طب انا انفذ اعمل ايه؟ اعمل فور لوب تاني تحتها جي في الرينج بتاعك اختلف. هنبدا من فين؟ هنبدا من اي في اي. طيب وهنبدا نلوب لحد فين؟ لحد ال 1001. طيب وكل مره هنجمب بمقدار ايه؟ هنجمب بمقدار اي. طب هنعمل ايه؟ والله كل اللي عليك ان انت عايز تقول له لو سمحت اقفل دي خليها فولس. تقول لي والله كلام سليم. طيب اللفه اللي بعدها هنعمل ايه؟ والله دلوقتي احنا محتاجين نلوب على البرايمز. ممكن نلوب على البرايمز علشان نطلع الفاليوز كلها. طب هنلوب عليهم ازاي؟ كل اللي عليا ان انا ممكن اخد حتى نفس البتاعه دي كلها، خلاص، الوب عليهم وامشي عليهم واحده واحده. كل اللي عليا ان انا هعمل تشيك اب اف ان انت لقيت برايم اوف الاي. ففي الحاله دي من غير اقواس اصلا ممكن نقول له لو سمحت برايم اوف الاي. فلو هي بترو كل اللي عليا ان انا عايز اقول له برايمز دوت هي فيزيت اوف الاي. فانا عايز اقول له برايمز دوت ابند اللي هي بوش بالنسبه لنا. بوش مين؟ بوش الاي. تقول لي والله كلام زي الفل. طيب وبعدين لو جينا تحت هنلاقي نفسنا ان احنا عاوزين نمبلمنت نفس الطريقه. خد بالك ان احنا ايه؟ كتبنا الكود بس جلوبالي فوق، فاحنا مش محتاجين حتى نقول سيف. لو انت عايز تقول سيف خلينا حتى نجرب الحل بتاع سيف. ممكن حتى نخلي دي جلوبالي فوق زي ما احنا عاملين هنا. وتعالى نعمل ديف عشان نتعلم ازاي نكتب فانكشن. فانت كل اللي عليك ان انت هتعمل ديفينيشن وتسميها سيف. طيب وبعدين حط 2 كولون وكل الكلام الحلو ده اعمل له بوش هنا. هتبقى عندنا حته صغنونه ان برايمز دي المفروض ان هو هنا هيكريت برايمز جديده لو برايمز دي مش موجوده. فاحنا عشان نقول للراجل ده استخدم برايمز بتاعتنا كل اللي علينا ان احنا عايزين نقول له خد الجلوبال برايمز جلوبال، ونقول له جلوبال ونقول له ايه؟ نقول له برايمز. الحركه دي هتعمل ايه؟ الحركه دي هتخلي الراجل ده يستخدم برايمز اللي هي جلوبال اللي هي زي البرايمز اللي هنا دي بالظبط. تقول لي ماشي. طيب تحت هنعمل ايه؟ كل اللي علينا تحت هننادي سيف عادي جدا، خلاص. وبعد ما ننادي سيف نبدا ننفذ نفس الامبلمنتيشن ده. طب هنعمل ايه؟ والله هعمل فور اي ان رينج واقول له لو سمحت لف لحد ايه؟ لف لحد النمز، او ممكن حتى كمان نلف على الاكس دايما. قول له اكس ان نمز دايركتلي. طب هنعمل ايه؟ نفس الكونديشن بالظبط. انا كل اللي عليا ان انا عاوز اتشيك دلوقتي اذا كان الاكس دي بالنسبه لي هي اللي فيها الديفرنس ولا لا. فاحنا كل اللي علينا دلوقتي ان احنا ممكن نختار فاريبل بدل الديفرنس. ممكن نقارن مثلا بريفيوس واقول له لو سمحت البريفيوس ده لو هو بزيرو دلوقتي ان هو ده اخر اليمنت كان بالنسبه لي. وكل شويه انا عاوز اقارن مين بمين. والله دلوقتي لو بالنسبه لي لو جينا نقارن ولقينا ان الاكس بالنسبه لي اف ان انا لقيت مثلا دلوقتي الاليمنت اللي انا واقف عنده كاكس لقيته ان هو اصغر من او بيساوي القيمه بتاعه البريفيوس. في الحاله دي هقول له ايه؟ خلاص يا عم بص والله مش محتاج منك حاجه، ريتيرن فولس واقفل لحد هنا. تقول لي والله كلام سليم. طيب وبعدين هتلاقي ان احنا كل اللي محتاجينه ان احنا ندور على الاندكس. يعني نعمل ايه؟ كل اللي عليا ان انا عايز دلوقتي انفذ حته الباينري سيرش بتاعتي. خلاص طب انفذ الباينري سيرش ازاي؟ هتلاقي ان احنا هنا عندنا لور باوند. طب الراجل ده عنده ايه؟ هتلاقي الراجل ده عنده فانكشن اسمها بايسكت ليفت. هي بالظبط كانها اللور باوند ودي بترجع برضه اندكس. طب بتتكتب ازاي؟ كل اللي عليا انا هقول له اندكس واقول له باي سكت اندرسكور ليفت وادي له الليست بتاعتي اللي انا بدور فيها. والله انا عايز اقول له دور في البرايمز الحلوه بتاعتي. وعاوز اقول له ان انت دلوقتي لازم تدور لي على فاليو مالها. والله دلوقتي انا معايا البريفيوس ومعايا النمز. فانا عايز ادور على ايه؟ لو انا معايا النمز الحاليه اللي هي فيها اكس فانا عايز اقول له لو سمحت دور لي على فاليو اللي هي اكس ماينس مين؟ ماينس البري. طيب الراجل ده لما يجيب لي الفاليو اللي هي كان بالنسبه لنا اللي هي الديفرنس هنا اللي هي اكس ماينس البريفيوس. فانا بالنسبه لي عاوز ارجع خطوه لورا. طب ارجع خطوه ازاي؟ اقول لك الراجل ده اصلا المفروض ان هو بيجيب لك ايه؟ والله الراجل ده بيجيب لك الاندكس. فبالتالي انا كل اللي عليا ان انا عايز اقول له ماينس 1. قول لي ماشي كلام سليم. وبعدين كل اللي عليا ان انا دلوقتي عايز اتشيك اذا كان ده مش بيساوي البيجن. يعني لو هو مش بيساوي البيجن فانا كل اللي عليا ان انا عايز اقول له لو سمحت لو الاندكس بتاعك ده اف الاندكس نوت ايكوال نيجاتيف 1. ففي الحاله دي انا ممكن اطرح مين من مين؟ اقول له الاكس ماينس ايكوال الاندكس اللي انت لقيته اندكس. لا انا عايز اقول له برايمز بتاعت مين؟ بتاعت الاندكس. تقول لي عشان يطرح الفاليو دي من الفاليو اللي فاتت. اقول لك برافو عليك.
طب وبعدين محتاجين دلوقتي لو احنا هنلف اللفه اللي بعدها، محتاجين ان انا ابديت البريفيوس. كل اللي علينا انا عايز اقول له خلي البري بتساوي الاكس الحاليه بتاعتك بعد ما انت طرحت الفاليو منها. طيب وبعدين كل اللي علينا انا عايز هاجي هنا واقول له ريتيرن ترو. بس كده؟ اه بس كده. خلينا نرن الكود بتاعنا. هتلاقي ان فعلا الراجل ده جاب اكسبت وعدى من الثلاثه تيست كيسز. يلا بينا نعمل سبميت. هتلاقي ان فعلا الراجل ده جاب اكسبت وبيت 45% من الحلول. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك كومنت وشير، واكيد طبعا سبسكرايبك الجميل، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان توصلك تنبيهاتنا اول باول. شكرا، اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.